السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. لو أنت عاوز تخس الموضوع سهل مش صعب. هو الحكاية إن أنت محتاج تعمل رياضة ورجيم. بس المشكلة مش مشكلة في التطبيق. إن أنا أول ما كنت تخين أنا كنت باكل تقريبا 15 رغيف مع طبقين طبيخ مع ربع فرخة، وساعات كنت بدل العيش كنت باكل طبقين رز، أو ساعات حتى كمان بالعيش. فإن أنت تكون تاكل من الكمية دي وتنقل الكمية، مثلا الكمية التانية يعني أنت 3 معالق رز، 3 معالق طبيخ، ربع فرخة. ده الصعب. أنت تنقل من بعد ما كنت بتاكل الكمية المهولة دي وأنت تنقل الكمية الصغيرة دي، هو ده الصعب. بطنك هتبتدي تصرخ عليك، مش هتصرخ، دي هتصوت. فالمشكلة إن أنت في الأول أول ما تبتدي الرجيم أنت لازم تستحمل ده. انت تستحمل الجوع وتكون عندك إرادة وتخلي هدف قدامك في صورة كده انت عاوز توصل لها، هدف عاوز توصل له. ولازم تستحمل عشان توصل للهدف ده. أنا الحمد لله، أنا أول ما كنت ابتديت كنت أنا 190، وأنا دلوقتي أنا لسه ما وزنتش، بس أنا آخر مرة وزنت كنت 95. والحمد لله أنا مكمل لحد ما أوصل لل80. الرياضة برضو أنت أول ما هتبتدي هتكون صعبة. أنا أول ما ابتديت رياضة أنا كنت حاطط لنفسي هدف إن أنا أمشي مثلا ساعة في اليوم. جربت أمشي ساعة ديت ما قدرتش، فعدلت الساعة دي ما حددتش وقت معين. قلت مثلا لنفسي إن أنا همشي من هنا لحد آخر الشارع أو لحد ما أتعب. وأما أمشي وأنا ماشي مثلا خطوتين تلاتة وبتعب. فبقيت فبقت الحكاية إن أنا أمشي شوية وأريح شوية، أمشي شوية وأريح شوية، لحد ما أوصل للهدف، إن أنا مثلا لحد ما أوصل لآخر الشارع. بعد فترة شهر ولا حاجة كده، لما وزني خف شوية الحكاية بقت أسهل. بقيت أمشي لحد آخر الشارع ما بريحش. فساعتها قلت لنفسي طب خليها الشارع اللي بعده كمان، ومشيت ومشيت الشارع اللي بعده. بعد فترة بقى الشارع اللي بعد اللي بعده. كل شوية بقيت كل ما بخس كل ما المسافة تزيد. حتى دلوقتي بقيت بمشي مسافة كبيرة، وبمشيها في نص ساعة أو ساعة إلا ربع. بمشي تقريبا مش عارف 5 كيلو ولا حاجة زي كده في نص ساعة. لأن دلوقتي أنا وزني خف. الأول كنت 190، دلوقتي أنا 99 أو 95. فالحكاية في الأول هتكون صعبة بالنسبة للرياضة. ما تضغطش على نفسك وامشي على قد ما استطعت. ما ما تعملش اسمها إيه يا رب الكلمة، ما تضغطش على نفسك. اعمل اللي أنت تقدر عليه. مش مهم تحط نفسك ساعة معينة أو وقت معين أو مسافة معينة. امشي لحد ما تتعب، وما تتعب ريح، وبعد كده كمل، وبعد كده ريح، وبعد كده كمل. وده لحد الحمد لله ما تخس. وكل ما تخس هتلاقي نفسك المسافة بتزيد، وهتلاقي نفسك أنت تقدر تعمل أكتر. وإن شاء الله هتخس وهتوصل للهدف. ده كان فيديو النهاردة، يا ريت تكونوا استفدتوا حاجة. يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. ولو عندكم أي أسئلة أو استفسارات يا ريت تحطوها في الكومنت، في التعليقات. شكرا لكم ومع السلامة.